السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل في الفيديو ده التورتة اللي طبقاتها مايلة بسهولة وببساطة. التورتة دي ترند، قلت لازم انزل بالخطوات البسيطة اللي تخلينا نحصل عليها ثابتة كويس جدا. حتى لو هتتنقل ما تقلقوش عليها، هتوصل بإذن الله. كمان هنشوف ازاي نطلع اللون احمر صريح كده. ناس كتير قوي ما بتعرفش تظبط درجة الاحمر في الكريمة. لايك وشير ويلا بينا نبدأ. اول حاجة عندي 3 قواعد للكيك مقاس 20، نفس مقاس الكيك اللي هستخدمه. مش عايزة القاعدة تكون اكبر علشان ما تبانش من الكيك. وهضيف سوليتيب علشان يلزقوا في بعض بنفس شكل الكيك، واحدة وهضيف التانية بره شوية كده وهلزق، وهضيف القاعدة التالتة فوق الاولى بالظبط. كمان هثبتهم من الجوانب بسوليتيب كويس كده، وبالمسطرة هطلع نقطة المنتصف بالظبط اللي هي عند 10 سنتي من فوق ومن الجوانب. اي حاجة حادة هعمل فتحة كده. دي اول حاجة مهمة لازم تظبط معايا. اخلي بالي ان القواعد ما تتحركش. بمجرد ما بحدد النقطة دي في ال3 قواعد هفك اللزق عادي واوسع الفتحات علشان الدعامات تعدي منها بسهولة، وهسيب القواعد على جنب. انا هحتاج كمان قاعدة اكبر، يعني 28 او 30، مش هينفع تبقى اصغر من كده. واستخدمت لتغليف الكيك 375 جرام كريم شانتيه ريتش خام عالي الدسم، بالظبط 3 اكواب، وعليهم من 2.5 ل3 اكواب مية في الصيف. وطبعا لو النوع كويس وريتشي في الشتاء بستخدم ضعف الكمية مية. يعني لو هعمل التورتة دي في الشتاء اصلا ممكن احتاج 250 جرام كريمة فقط. خفقت هنا الكمية اللي قلنا عليها على 3/4 كوب سكر 170 جرام. خفقتهم لحد ما بقوا بالقوام ده. وهحتاج 6 طبقات بالظبط من الكيك. الكيك بتاعتي بقطعها عالية بتديني 5 طبقات فقط، وكان عندي طبقة في الفريزر خرجتها تفك وهستخدمها. القاعدة الدوار هلزق عليها قاعدة الكيك، وهجيب القاعدة اللي فتحتها من النص اخد بالي من الترتيب، وهضيف طبقة من الكيك واسقيها بالسيمبل سيرب حضرناه مع بعض قبل كده. وعندي هنا موس شوكولاتة للحشو. بحب تورت الموس جدا، مين زيي؟ كمان لو حابين تقدروا تزودوا للحشو مكسرات او صوص شوكولاتة او تشوكلت شيبس، او تغيروا في الحشو خالص زي ما انتوا حابين. هساوي الموس كويس وهضيف طبقة كيك تانية وهسقيها، وهعمل كرامب كوتنج خفيف كده يلملي كل فرافيت الكيك. وهدخل الدور ده التلاجة. وهجيب القاعدة اللي فتحتها على جنب، وضروري طبعا في تماسك اي كيك قبل ما اضيف الكيك اضيف من الحشو علشان يساعدني ان الكيك يمسك في القاعدة. وبنفس الطريقة هحشي الدورين اللي فاضلين وادخلهم التلاجة. هبدأ تغليف بأول كيك حشيتها، هتكون تماسكت شوية، وهاخد بالنظر كده تلت كمية الكريمة. ضفت حوالي 5 نقط من اللون الموف والفوشيا الوان جل. طبعا هقلب كويس لحد ما الكريمة تبقى ناعمة وسوفت كده، وهضيفها في كيس حلواني. قلنا قبل كده عادي نضيف الكريمة بالسباتولا، لكن بالنسبة لي دي اروق طريقة. حرفيا بتعمل طبقة عازلة كده بين الكرامب كوتنج والكوتنج النهائي. هضيف من الجوانب ومن فوق بالشكل ده، وهبدأ اساوي بالسكريبر، والزيادات هضيفها في الفراغات كده. وكده الطبقة دي بقت تمام اوي. بمسطرة حددت نقطة في المنتصف بالظبط، وهنزل فيها بدعامة الكيك. الطبقة اللي فوق هضيفها في الناحية الشمال، فهضيف 4 دعامات يكون ارتفاعهم على قد الكيك بالظبط مش باينين منه، وانزلهم كويس كده علشان ما يبقاش فيه فراغ بين الطبقات. وللطبقة التانية اخدت كمية من الكريمة وضفت لها حوالي 4 نقط من الاحمر هيديني لون بطيخي. ملسته بنفس الطريقة. للأسف وانا بضيفه على الكيك الكاميرا فصلت، لكن هتشوفوا وانا بضيف الطبقة التالتة. عندي باقي الكريمة هضيف لها 3 نقط من الاسود والكثير من اللون الاحمر. مستحيل اضيف لون احمر بس ويدينا لون احمر، لازم معاه اسود. هقلب كويس قوي. هنا الاحمر ما كانش كفاية، هزود لون تاني واقلب. الاحمر بدأ يظهر اهو، وكده كده الالوان بتغمق وتثبت كده بعد شوية، فكده تمام قوي. هبدأ اغلف بنفس الطريقة لحد ما الكريمة تبقى سوفت كده. لو تاخدوا بالكم انا ضايفة جوه دعامة الكيك خلة شيش علشان الدعامة كانت تخينة قوي، فالخلة هتسهل عليا نزول الكيك. هضيف 4 دعامات الناحية اليمين. انا بضيف الدعامات في الناحية اللي الكيك بتكون محملة عليها. كمان رفعت الدعامة الطويلة قصتها لان كده كانت هتخرج وتبان من الكيك، فهي كده عملت اللي عليها معايا، كتر خيرها كده. كمان قصيت خلة الشيش. برفع الكيك من على القاعدة الدوارة بالسباتولا الستانلس لحد ما اعرف امسكها من تحت كده، وبحاول انزل الفتحة اللي في القاعدة على الدعامة وبس كده، بتنزل بكل سهولة. هسوي حواف الكيك كده علشان بعد التعب ده لازم الفينش النهائي يكون كويس. طبعا كنت محضرة شوية قلوب كده بعجينة سكر وتهنئة.
كنت عاملاها هدية لنجاح حد، ربنا يفرحنا جميعا بولادنا وبحبايبنا. هضيفهم على الكيك. ومهم قوي يا جماعة احط على ظهر عجينة السكر شوكولاتة سايحة تكون عازل بينها وبين الكريمة وتثبتها. لو حطيتوها لوحدها كده هتلاقوها سابت الكريمة ونزلت، وطبعا بتسيب اثر. هنا الالوان عندي كانت فاتحة فاستخدمت شوكولاتة بيضة. ده الشكل النهائي للتورتة، ما شاء الله على جمالها بجد. وانا بشيلها كده ايدي دخلت في المنطقة دي بوظتها. ضفت مكانها القلوب الصغيرة دي للأسف، بس قدر الله ما شاء فعل. اللون الأحمر ثابت وجميل، التورتة ثابتة جدا. انقلوها بقى، اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. وبس كده الفيديو خلص، وهنضيفه لكورس الكيك المجاني. قولولي لو حابين نعمل افكار تانية، ولو عجبكم الفيديو شايفين ان المحتوى مفيد ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد.